مساء الفل عليكم، اهلا بكم يوم جديد من بودكاست القلعه الحمراء. ضيفنا النهارده هو جه كمدرب لحراس المرمى في فتره زمنيه كانت صعبه جدا، يمكن من اصعب الفترات اللي مرت على الكره المصريه على الاطلاق. تقريبا من 2011 لحد ما شاء الله استمر لحد تقريبا 2019. بطولات افريقيه، بطولات محليه، يعني حاجات كتير جدا. يعني ما بيعرفش يتكلم عن نفسه كتير، لكن الصراحة يعني الواحد يشهد له واحد من أكفأ المدربين اللي اشتغلت معاهم. كابتن طارق سليمان، مساء الفل وكل سنة وأنت طيب. مساء الفل يا كابتن سيد، كل سنه وحضرتك طيب. ويعني انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده. وانت يعني التقديمه بتاعتك دي يعني وسام على صدري طبعا. ده حقيقي، وانا لا والله. يمكن انت وانت بتقول التاريخ سواء الاول مم. او الاخير، لقيتك ما شاء الله يعني يعني التاريخ كويس مظبوط 100%. فانا سعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده، وسعيد اكتر كمان بقى في الفتره الكبيره كلها دي اللي حضرتك هنتكلم عليها دي كلها حضرتك مم. موجود فيها ان شاء الله يعني. طيب، كابتن طارق، قبل ما نتكلم في تفاصيل بقى في الحياة واحنا هنا بندردش، يعني الأمور مش سين وجيم مم. وبرامج تلفزيونية كبيرة قوي ممكن يعني وخبطات نتكلم في الطايره يعني. لا، في خبطات كبيره ولا حاجه، احنا بندردش بس. لعل وعسى يبقى في كلمه او موقف مم. او وقعه او مباراه حد يسمعها من اللعيبه الصغيرين او حد بشكل عام يعني، مم. فتبقى بالنسبه له حاجه ايجابيه يعني. تمام. في استاد الاهلي، مم. بيتك بالتاكيد. آه، فكره تخليد الاسماء من خلال درع تخليد الاسماء على جدران استاد مم. الاهلي، فبتختار شخصيه ممكن تبقى قريبة منك، تبقى من عيلتك، تبقى من مم. صحابك، تبقى من المحيطين بيك، تبقى من ناس أثرت فيك على المستوى الإنساني، على المستوى الرياضي، بأي شكل من الأشكال يعني. لو طارق سليمان يعني يختار شخصية أو اتنين، والأول فكر انطباعه عن الفكرة إيه؟ وانا لو اختار شخصيه الامانه يعني هيبقى في حد هو يعني له فضل عليه كبير جدا جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى. هو كابتن حسام البدري. اوكي. انا بعتبر كابتن حسام البدري بس كابتن هو حسام موجود، اسمه موجود. انت بتتكلم على حد يعني اه، يعني بس انت بتختار كابتن حسام البدري اه اه كشخصية مؤثرة في حياتك. في حياتي وكمان في مع النادي الاهلي. طبعا. يعني اشتغل في النادي الاهلي فتره كبيره جدا اكتر من حاجه و20 سنه، سواء بقى مدرب عام او مدير فني او مدير يعني كورة. او مدير كوره. فانا مم. بعتبر كابتن حسام واحد من الناس اللي يعني الامانه يعني هو مم. يعني هو بيحب النادي الاهلي جدا وراجل اكيد. يعني اشتغل في النادي الاهلي كتير وهو له فضل عليا كبير جدا. يعني دخول النادي الاهلي 2011 زي ما حضرتك قلت، هو كان اكيد كابتن حسام البدري له فضل كبير جدا بعد ربنا. انا اشتغلت معاه سنه في السودان قبل ما اجي النادي الاهلي، وبناء على السنه دي هو قرر ان يعني وقتها كانت صعبه قوي وقت ان احنا لما احنا كجهاز نيجي النادي الاهلي، كنت انا صغير في السن. مم. فوقتها يعني ايه كان في كلام كتير ان كان ممكن يبقى حد تاني موجود، فكابتن حسام اصر على ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. وبعد كده هو مشي وانا كملت في النادي الاهلي وحضرتك كنت موجود. فضلت فتره كبيره في الثمان سنين في النادي الاهلي. انما اول سنه كانت مع كابتن حسام البدري، رجع كابتن حسام بعد كده سنتين في النادي الاهلي وانا موجود. فعشت الفتره دي كلها بعد ربنا سبحانه وتعالى، ثم الفضل يرجع لكابتن حسام البدري. فانا لو هختار حد اختار الكابتن حسام. تمام، اوكي. رأيك في الفكرة تخليد الاسماء على الجدران لا، يعني؟ لو هنخلي الاسم شوف. على جدران النادي الاهلي، وفي حد انا بحبه جدا جدا ويعني انا ما اتعاملتش معاه كتير، انما انا لعبت ماتش اعتزاله هو المرحوم الكابتن ثابت البطل. الله يرحمه. فانا من الناس اللي انا يعني بحبها جدا عارف ان جدا. في ناس كتير قوي جات لي هنا بتختار كابتن ثابت كتير جدا. بص كابتن ثابت انا ما اتعاملتش معاه كتير، مم. بس هو اثر فيا قوي قوي. هو منضبط جدا وملتزم جدا، وبعدين ما فيش كلمه بتطلع منه يا كابتن سيد غير الكلمه اللي هو ايه، هو بيقولها وحاسسها وما بيضحكش مصدقها عليك. عشان هو مصدقها. بيصدقها. مم. فكابتن ثابت واحد من انا خد بالك مرني على فكره. كان ناس كتير ما تعرفش ان هو اشتغل في التدريب شهر مم. قبل ما يمسك مدير كوره وقبل ما اشتغل في في الامارات تقريبا ولا لا، هنا؟ في النادي الاهلي. والله. اه في النادي دي الاهلي معلومه جديده دي. مرني شهر بالظبط. بص كابتن سيد كابتن ثابت انا وخد بالك هو سابق عصره اوكي. في حراسه المرمى حتى لما جه يشتغل في التدريب. انا عمري ما هنسى الشهر اللي اشتغل معايا فيه ده. انا كنت وقتها كان عندي وقتها 17 18 سنه في النادي الاهلي. واول حاجه قال لك انا مش عايز الجول يترمي، مم. انا هلعب لك الكوره وهشوط من بره ال 18 وعايز الجول دايما ينقل على رجله ويتحرك. اه. خد بالك دلوقتي احنا بنقول الكلام ده كتير جدا ان حارس المرمى مش لازم كل كوره يبقى فيه ارتماء او يبقى فيه طيران، لا، اه، الحركه. في حركه اه. وممكن اه. اتعامل حركه واخدها من غير ما اعمل ارتماء.
فكابتن ثابت كان ده اصلا مدرسته زمان. كابتن ثابت كان مدرسته ان هو دايما بيتحرك على رجله، رجليه ما شاء الله كانت شايلاه كويس قوي، كان بيوصل لكوره كويس قوي. فقبل التحرك وقبل كان بيبقى في استجابه ذهنيه سريعه من الجهاز العصبي. فتشتغل معايا شهر، فانا دايما متاثر بكابتن ثابت قوي في التدريب حراسه المرمى. هو ما اشتغلش معايا كتير، انما طبعا في ناس كتير طبعا استفدت منها وتعلمت منها كتير، منهم مثلا كابتن ابراهيم رياض، حد يعني من الناس اللي لهم فضل كبير جدا عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى برضه في التدريب يعني. انما لو هنخلي حد على جدران النادي الاهلي فهو كابتن ثابت البطل. يبقى كابتن حسام وكابتن ثابت. كابتن حسام انت عارف ان مش عايز اقول سيد عبد الحفيظ عشان انت موجود معانا، عشان بس ما بقاش الله انا لانك انت برضو من الناس اللي الله يخليك كمدير كوره في النادي الاهلي انا بعتبر كابتن سيد عبد الحفيظ هو افضل مدير كوره جه في تاريخ النادي الاهلي. حبيبي تسلم، ده حقيقه فعلا يعني. الله يكرمك. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. كانت أحلام وحققناها، ظهر بعض سنين عشناها، والدم أحمر في قلبي، انتصارات ما أقدرش أنساها. الحب اللي جوانا والعيلة اللي مجمعانا، والبيت اللي مش حيطانه بس أحلامنا عاشها معانا. غنوا هالي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم أهلي والإحساس خيالي. كلكم عارفين من أهلي وعاشت الأسامي، كلكم عارفين من أهلي وعارفين فين عنواني. عاشت الأسامي ذكرياتنا بتنتهيش، إيه بينك وبينه علشان في قلوبنا تعيش. انتم أساس في قلبي، انتم ناس ما تتنسيش. بنعيش عشان نشجع، بنشجع عشان نعيش. لو تعاد الزمان هعيد كلامي تاني، عايش احكي بجد ومقدرني البركة في لساني. انا كل سطر في قصة بطلها اهلي وناسي، اهلي ضحى عشان انا مش هنسى لكم كل حياتي. شاد على كتاف ابويا مسمع صوت هتافي، بعده انا اللي شايل بعدي ابني على كتافي. غنوا هالي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم اهلي والاحساس خيالي. كلكم عارفين من اهلي وعاشت الاسامي، كلكم عارفين من اهلي وعارفين فين عنواني. اسمك محفور على جدران استاد الاهلي، في استاد الاهلي عاشت الاسامي. كابتن حسام بدري كتير ما يعرفش ان هو يعني واحد من 4 مدربين مصريين بس اللي خدوا دوري الابطال. انت عارف كده؟ كابتن جوهري، كابتن انور سلامه، كابتن جوهري 82، كابتن انور سلامه 87، كابتن حسام البدري، كابتن محمد يوسف، وكابتن محمد يوسف. يعني واحد واحد فيه ويوم بالسلامه. ويمكن كابتن حسام يعني وصل نهائي كمان، يعني وصل لعب النهائي. طبعا لعب نهائي مع الوداد. تمام. كابتن جوهري لعب تقريبا نهائي واخد 82 وتقريبا كان موجود في 83 تقريبا. واحد من الناس القليله جدا في كمصريين اللي خدوا دوري الابطال. طيب اللي قاعدين مع بعض دول عندهم قايمه مقفوله. يعني طارق ما شاء الله انت 21 اخ صح؟ 20 ما شاء الله. 14 34 ما شاء الله. فاهم؟ مفيش قايمه بقى، ده بالناشئين احنا. لا ده ما شاء الله بقى الاحفاد بقى كمان. الاحفاد يعني ما شاء الله العدد ربنا يزيد ويبارك يعني، عدد كبير يعني. بتروح البلد لحد دلوقتي ولا؟ بروح بس مش كتير، بعد الاب والام توفوا بروح قليل. يعني كان الاول بروح بسافر كتير عشان خاطرهم يعني. وانت بتحس في الاب والام كمان بتحس بريحتهم يعني طبعا يعني في المكان. ده اقول لك على حاجه، ده لو في حد عايش صحاب ابويا او حد من بتشوفه فيه، ده انا بروح اسلم عليه عشان هو من ريحه ابويا. صحيح. حد لو صاحبه بس يعني مش لازم يبقى من العيله او كده، لا واحد صاحبه بيبقى لسه عايش دلوقتي او حاجه بروح اسلم عليه واحس ان انا بسلم على ابويا لما بشوفه، لان ابويا كان بيحبه. فاي حد كان ابويا بيحبه انا بحبه قوي. طيب طارق سليمان فك بقى شويه كده. اوكي، طارق سليمان لعيب في النادي الاهلي، حارس مرمى، بعدين ما خدش فرصه كبيره في الدرجه الاولى في اللعب يعني، وبعدين راح المقاولين تقريبا ولا كان المقاولين العرب. قعدت في 12 سنه في المقاولين. مسيطر قوي، مسمينه البرنس، ما اعرفش ازاي. يعني صفه مالهاش علاقه خالص بس يعني هنصدقها. خد تاريخ كبير جدا في المقاولين العرب، وبعدين انطلق في التدريب. يمكن كلاعب كوره مش هتكلم فيها كتير، لكن في التدريب
يعني انا شاهدت وعاصرت معاه، مهتم جدا بشغلك، مركز جدا في التفاصيل، قاعد عارف كويس قوي في الحسابات كمان. يعني انا في الارقام ممكن اكون مميز، طبعا لكن طبعا. طارق كمان يعني كنا بنقعد نجادل بعض شويه بس في انت شويه، كنت بتكسب في الاخر. في شويه نقط. لا بس عندك لا مهتم عندك جدا. مرجع. طبعا طبعا. بالظبط كده. يعني بص يا كابتن سيد، انا حياتي كلها انا ما بعملش اي حاجه غير ان انا بتفرج على كوره وبتابع كوره، وبالذات حراسه المرمى. يعني ما بحبش اتكلم في بشكل عام في الكوره، بس لما يجي حد حتى يجي اعمل مداخله، اروح برنامج اتكلم في اي حاجه، اقول له بعد تحليل. اذنك بعد اذنك هنتكلم في ايه، ولما نتكلم في التخصص بتاعنا. عشان انا راجل، انا ده شغلي وبحب شغلي قوي، فبقى انا يعني بجتهد قوي ان انا ابقى كل يوم يعني عندي لو في جديد اعرفه. لو انا سافرت عملت معاشه في اتلتيكو مدريد، دايما بتفرج على الماتشات، بتفرج على حراس المرمى في اوروبا كتير قوي عشان نستفيد، لان زي ما انت قلت بهتم بالتفاصيل. حراسه المرمى كلها تفاصيل، وانا عندي منهج بشتغل بيه، فالمنهج ده بيريحك. ولما يبقى عندي الواحد عنده منهج، صدقني هتنجح. لو ما نجحتش النهارده هتنجح بكره، هتنجح بقى في سيستم بتشتغل بيه. فده اللي انا بعلمه للولاد. لما بيحصل خطا بنطلع الخطا سهل جدا. ليه؟ طالما انت في نقطه واثنين وثلاثه، وكل نقطه قبل الثانيه، والنقطه دي وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه وبعدين الرابعه، فكل ده يسهل لك الدنيا قوي. طب ايه اللي غير اختلف لما يا طارق؟ معلش انا اسف، احنا بندردش ايه يا برضه زي ما كابتن؟ قلت لك. ايه اللي اختلف يعني؟ هل شخصيه حارس المرمى اللي اختلفت، ولا العصر اللي اختلف؟ يعني الاستجابه مدى نسبتها قد ايه من دلوقتي زي زمان، لو عملنا مقارنه ما بين دلوقتي وما بين بص يا إيه؟ كابتن، زمان في مواهب بالفطره. كنت انت بتلعب، يعني لما تيجي تتكلم على كابتن ثابت الله يرحمه مدرسه، كابتن اكرامي مدرسه. طبعا. في حراس مرمى كتير جدا. لو نتكلم على حراس مرمى في انديه تانية، بتتكلم على كل حراس مرمى انديه معروفين جدا من زمان. بتتكلم على حسن علي، بتتكلم على سطوحي، بتتكلم على حراس مرمى كتير في كل الانديه. موهبه بالفطره. ولكن الموهبه طبعا بتبقى محتاجه بقى العلم بقى والتطور الكتير اللي بيحصل في الكوره. طبيعي ان انت الوقت بقى فيه مواصفات جسمانيه مهمه جدا جدا لحارس المرمى، مواصفات شخصيه حط تحتها مليون خط، مواصفات فنيه. دي اللي انت بتختار من على اساسها حتى هو الولد صغير. انت بتقدر دلوقتي والولد صغير بتقدر بتشوف فيه لقطه يا كابتن سيد، بتيجي بتشوف انت مش ولد صغير عنده 5 6 سنين. حراسه المرمى دلوقتي يا كابتن سيد عشان تعمل حارس مرمى، صناعه حراسه المرمى دي بتتكلم في 10 سنين. الولد وهو عنده 8 سنين تشتغل معاه لحد ما يوصل 18 سنه، تقعد 10 سنين عشان تصنع حارس مرمى يلعب لك بقى 15 20 سنه. فالفتره كبيره اللي هو بيلعبها، فتستاهل ان انت تشتغل معاه في ال10 سنين اللي بكلم حضرتك عليه. من 8 سنين تشتغل معاه، لان زي ما قلت لك في حاجات كتير جدا لها علاقه بالمسارات العصبيه عشان تدي الاشاره للجهاز الحركي الجهاز العضلي يشتغل. فتكوين المهاره ده بيبقى في كسر من الثانيه. فانت بتشتغل بالمنهج ده. دلوقتي بقى المشكله ان انت، معلش مع احترامي كل الانديه، في انديه كتير جدا جدا شغل كله عشوائي. بيبقى عندك اجوان كتير كويسه، والاجوان دي بتتظلم لانك انت ما بتشتغلش معاها بمنهج. اوكي. لو بتشتغل، هو في ولد يجي في مدير فني يقول لك الجول ما بتاخدش كره عرضيه، والولد لسه عنده 8 سنين و9 سنين و10 سنين. فانت انا بكون في البيت شخصيه الولد. الولد بيكون شخصيته في النادي، شخصيته في المدرسه، في الشارع، في البيئه، في كل مكان. لان الشخصيه دي مهمه جدا جدا، حط تحتها مليون خط. ممكن الولد يبقى فنيا عالي جدا، مواصفات جسمانيه ممتازه، ولكن شخصيه ما بيعرفش ياخد قرار، بيخاف. اول ما يحصل خطا تبص للولد بيحصل مشكله عنده، وبيحصل بقى في تردد. بص، الشخصيه ضعيفه. الشخصيه الضعيفه دي بقى يبقى هتتطلب حاجات كتير، مش هتعرف تجيبها تاني. انت ممكن تشتغل معاه في الناحيه الفنيه وتحسنها وتطورها، انما الشخصيه صعبه قوي يا كابتن سيد. لان الشخصيه زي ما قلت لك بتتكون في البيت من هو عنده سنه واثنين وثلاثه. الولد وهو رايح يشتري لبس، لو انت بتجيب له لبس عيد، في دايما يقول لك لا انت تختار اللبس، لا سيبه هو يختار. صح. انت عايز تبني له حاجه، تبني حاجه. في حاجات كتير قوي سيبه هو في يعني سيب له مساحه الولد يتحرك فيها. المساحه دي اللي بتكون فيها الشخصيه. انما لو انت في كل حاجه انت اللي بتقول له وانت اللي بتعمله وانت اللي بتقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، وتلبس كذا وما تلبسش، وتاكل كذا وما تاكلش كذا، فالولد هيكبر بتلغي الشخصية خالص. طيب يعني من الحاجات الحلوه قوي واللي كتير ما خدش بال منها، وطالما احنا بنتكلم لغه الارقام بقى واثنين مع بعض في الارقام، لا ما قارنش بيك. لا والله بجد. هتلاقي ان من سياسه الاهلي مثلا مليار في المية مقصوده ومرتبطه بالنتائج اكيد. يعني تلاقي مثلا 3 مدربين، كابتن اكرامي قعد فتره زمنيه كبيره جدا، تمام. كابتن احمد ناجي قعد فتره زمنيه كبيره جدا. تمام. كابتن طارق سليمان قعد فتره زمنيه كبيره جدا جدا.
ده بيدي لك استقرار في المكان، طبعا استقرار في التعامل. ما مهم قوي الحارس الاول، فرقه كبيره يعني حارس كبير تمام على تمام. طول. برافو عليك، يعني برافو عليك. مفيش هزار صح يعني. صح. يعني مفيش فرقه كبيره يبقى عندها حارس وحش. ضعيف طبعا وده زمان لو انت فاكر في كاس العالم كم مره البرازيل طبعا كانت فرقه كبيره ولكن عندها حارس ضعيف. دلوقتي بقى الدنيا اتغيرت، صحيح. بقى في اليسون وبقى في ايدرسون وبقى في حراس مرمى كبار في البرازيل. اوكي، فدي بتخلي المكان ده مستقر، والمكان ده واحد من اهم الاماكن ان لم يكن اهمها على الاطلاق. طبعا طبعا. فلما يكون المدرب قعد فتره طويله، يعني كابتن اكرامي قعد فتره تقريبا حوالي، يعني مش حاصرها قوي، لكن ممكن ما تقلش عن 6-7 سنين 8 سنين. 5-6 سنين. كابتن ناجي نفس الكلام حوالي 8 سنين. كابتن لا ناجي اكتر. كابتن ناجي من 2000 عدى ال 10 سنين. كابتن ناجي جاء 2001 وبعدين 2002 وبعدين رجع مع جوزيه، رجع تاني بعد كده قعد لحد 2009 وكمل المرحله الثانيه بعد جوزيه. يعني بتتكلم حوالي 11 سنه ولا حاجه، بس بالظبط متقطعين. انت 8 او 9. 8. وكان الحقيقه كلهم شاهدوا بس الثلاثه. زي ما حضرتك قلت برضو كانت اصعب فتره في تاريخ الكوره في مصر طبعا، الرياضه 2011. بشكل عام يعني. طبعا كانت الفتره دي طبعا شوفنا فيها ايام صعبه جدا جدا، بس الحمد لله كان فيها نجاحات كتير قوي. ونجاحات في خد بالك يا ابو سيد، هي الصعوبه ان انت تنجح في الظروف الصعبه دي، بس دي بتبقى برضو راجعه لحاجات كتير قوي. مش انا بقى، النادي طبعا. اكيد مجالس الاداره كان وقتها بقى، يعني شوف بقى والله ده عظمه النادي يعني. طبعا. انا كنت شاهد عيان في الموضوع، وكنت شاهد ده انا كنت عايش في الموضوع. يعني من عظمه النادي ان احنا كنا اكننا عيله واحده. أيوة. مش كاننا احنا أيوة. كنا فعلا عيله واحده بالظبط كده. يعني اكن كل واحد حواليا او جنبي كان اخ بالنسبه لي. بالظبط يعني بتتعامل معاه كانه اخوك من بيتك. كنا بنخاف على بعض قوي 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 قوي. عشان كده ربنا كرمنا في فتره كبيره زي ما حضرتك قلت كده. كل مدرب بيجي، بس انت بقى اثرت بايه يعني. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي خالص يعني. بس انا لما جيت النادي الاهلي، انا خد بالك وانا موجود التطور لازم يتم. لازم يحصل تطور في المكان ده. فالحمد لله رب العالمين اشتغلنا مع الحراس اللي كانوا موجودين وحققنا بيهم نجاحات كبيره، ووصلنا النهائيات وخدنا بطولات كتير الحمد لله. وبعدين بدا يحصل تطور بقى، يبقى يعني حضرتك فاكر برضو الشناوي وعلي لطفي جم برضو وانت موجود طبعا. فالشناوي برضو ده موضوع ان انت تجيب الشناوي كحارس مرمى يجي من بره بعد ما مشي 2008 وبعدين يقعد في النادي الاهلي. بقى هو دلوقتي بقى انا بعتبره الحارس التاريخي للنادي الاهلي دلوقتي، ان لم يكن هو يعني ممكن هو الافضل دلوقتي بالارقام كبطولات طبعا. بالبطولات الشناوي دلوقتي ما شاء الله يعني. لكن في مواهب طبعا يعني. في مواهب طبعا. لا مواهب كتير. انا بتكلم دايما لما تتكلم بطولات والارقام، بما اننا بنتكلم بالارقام يعني. بالارقام يعني. فالشناوي لما انت تجيبه في 2016 وبعدين يكمل لحد دلوقتي بتتكلم في 8-9 سنين في النادي الاهلي، فده فضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى. ثم الحمد لله النادي الاهلي فيه نظام يا كابتن سيد. انت عارف لما يجي مثلا احنا بنقعد في نهايه الموسم وبنقعد نتكلم كجهاز فني كلنا وبنقول المركز ده محتاج مين. لما نيجي نمركز حراسه المرمى بتيجي لي انا. طب نشوف لنا حد. فانا كنت في 2 قدامي لو حضرتك فاكر، كان علي لطفي وكان الشناوي. عشان لو ما جاش علي لي يبقى يجي الشناوي، لو ما جاش الشناوي يجي علي. فالحمد لله الشناوي جه وبعدها بسنه على طول. السنه اللي بعدها انا كنت بقول لك 6 شهور جه علي، قلت لي لا سنه. فطلعت فعلا السنه اللي بعدها جه علي. فالحمد لله. وبعد كده كنت لو حضرتك فاكر برضو خدنا معانا في معسكر اسبانيا، خدنا معانا مصطفى شوبير وخدنا معانا احمد طارق سليمان، وكان بيطلع يتمرن معانا حمزه علاء على طول. صحيح. فهو ده اللي انت بتعمل، لان المكان ده ما انت لازم تبص لبكره وتبص للسنه اللي بعدها وبعد سنتين وبعد 3 فتبقى محضر. عشان المكان ده ما ينفعش زي ما حضرتك قلت الفرقه الكبيره يبقى جول كبير. طبعا. فانت لازم تبقى بتفكر وانت ماشي بتبني بتدور على الشخصيه، مش بتدور على الناحيه الفنيه بس، الشخصيه. فشوفنا بعد كده مصطفى يبقى موجود، وكان في موجود حمزه ده له قصه يعني بسرعه كده. حمزه ده كان بيلعب هاندبول. كان يعني بدايته كان في النادي الاهلي. لما اول ما اختبرته انا في النادي الاهلي كنت انا لسه في الناشئين، بعد ما خلصت الاختبار ومضيت له الاستماره. جميل والله. مضيت له الاستماره. والدته بتقول لي ممكن يلعب يوم هاندبول ويوم كره قدم. داخل فيها دخله جامده يعني. قلت ما ينفعش، دي حاجه ودي حاجه، ودي مهارات ودي تعليم وده قصه. فبقول لك يعني الحمد لله الفتره اللي انا قعدتها لحد دلوقتي الحمد لله موجود الشناوي وموجود مصطفى شوبير وموجود حمزه علاء. فده ان دل على شيء يدل ان كنا بنشتغل وكنا بنشتغل بحب قوي. صحيح. والحمد لله الحب ده وده كان واضح جدا انه حقق بطولات. خسرنا بطولات طبعا مفيش كلام اكيد. ده طبيعي. لكن انا عايز اتكلم في علاقه بتبقى مهمه قوي. مدرب عايز ينجح، مدرب حارس مرمى عايز ينجح، بتبقى علاقته قويه جدا بالثلاثه اللي معاه او الاربعه اللي معاه طبعا. بل بالعكس كمان، ده في بعض الاوقات بيتخذوه كانه صديق. تمام. يعني مش مدرب،
بيتعاملوا معاه في امورهم الشخصيه، بيتكلموا معاه وبيدردشوا معاه، وانت كنت تجيد ده، يعني في متابعه بره الملعب كمان على طول، على المدربين اللي طول. معاك، سوري، طبعا الحراس اللي معاك. مظبوط، فعلا دي حقيقه، ده مهم قوي. هي الفكره مش ان انت ساعه ونص التدريب وبعد كده ما تعرفش اي حاجه عنهم. بالعكس، انت لازم تعيش معاهم. يعني في اوقات كتير هو لما بيثق فيك وبيحبك يحترمك قبل الحب كمان. صحيح. يعني مهم قوي انه يحترمك. هو الاحترام هيجيب الحب، انما العكس لا. لو بيحبك ومش انا ما بحبش تهريج، ما بحبش انا خروج في التهريج بقى والالفاظ والكلام ده، ما بحبش الكلام ده خالص. فمنضبط في شغلي بره وجوه، فهتلاقي الولد مع الوقت هيحترمك، هيحبك، فهيجي يقول لك حاجات ممكن ما يقولهاش لحد تاني. فده اللي كان بيحصل مع الثلاثه اللي كانوا موجودين في البدايه. كان شريف، وكان احمد عادل، وكان ابو السعود. دلوقتي معايا ابو السعود بقى له سنتين في المقاولين. وبنفتكر حاجات من ايام ما كنا في النادي الاهلي. الحارس اللي انت اشتغلت معاه قوي، يعني انت كلهم بتشتغل معاهم طبعا، لكن في واحد اشتغلت معاه قوي والحمد لله النتيجه كانت كويسه. الشناوي. الشناوي. الشناوي هو عنده كل المواصفات. بس الشناوي متعب في الشغل، يعني متعب جدا. يعني شخصيه الشناوي عايزه حد يعرف يتعامل معاه كويس، يعني عشان ما يحصلش صدام في المعامله، فهو يحصل مشاكل وكده. فانا كنت بقى عشان كده دايما الشناوي محتاج تتعامل معاه بشكل معين، وتقول له ايه قبل التسخين، وتقول له ايه يوم المباراه، وتقول له ايه بعد المباراه، ولو عنده خطا الخطا ده تشرحه له ازاي، وتقول له ما تجيش مباشر كده على طول، وتتعامل معاه عشان ايه ما يحصلش مشاكل. فالشناوي هو شخصيه كويسه جدا جدا، وهادي وبتاع شغل. الشناوي حياته كلها كوره. فمن الناس اللي انا تعبت معاها قوي قوي في التدريب الشناوي. برضه شريف اكرام للامانه يعني. زي طبعا الولاد الصغيرين، لان الولاد الصغيرين محتاجين شغل اكتر في التاسيس، لان اصعب حاجه في الدنيا ان تشتغل في التاسيس ده بياخد وقت. فانت النهارده بتعلم المهاره دي زي ما قلت لحضرتك، ما هي مسارات عصبيه، مخ بيدي اشاره، بيدي روح للعضل، الجسم كله، الجهاز العضلي. فعشان تكون شكل، انت وانت بتشوط الكوره بوش رجلك جسمك بيعمل شكل، وش رجلك الداخلي، وشوط بالخارجي جسمك بيعمل شكل مختلف، بطن رجلك بيعمل شكل، بتلعب بدماغك بيعمل شكل. كل شكل ده انت بيبقى عندك مخزون. صحيح. المخزون ده بيطلع في كسر من الثانيه عشان تنفذ المهاره اللي الكره ايه محتاجاها. ما انت ممكن الكره تطلع، فانت تختار مهاره غلط فتعمل لك مشكله. كابتن طارق، يمكن اشتغلت مع مجموعه من المدربين، طبعا كابتن حسام البدري، كابتن محمد يوسف، كابتن فتحي مبروك، كابتن زيزو، كابتن او جاريدو، باسيرو، لاسارتي، مارتنيول، مجموعه كبيره. انا عارف ان العلاقه اللي بينك وبين كابتن حسام علاقه قويه جدا، لكن المدرب اداك مساحه، اداك قرب شديد قوي. يعني وانت بتشتغل معاه حسيت الموضوع مختلف شويه. كابتن حسام البدري اولهم، انا متأكد. لا والله لا. بص اقول لك على حاجه، كابتن محمد يوسف، انا يعني الاجابه بتاعتي هتبقى كابتن محمد. ليه بقى؟ خد بالك كابتن محمد يوسف كان مع كابتن حسام مدرب عام. نفس المدرسه يعني. مش قصدي يعني اما يبقى المدرب العام موجود معاك وبعدين يمسك مدير فني، هي كده العلاقه بتبقى كويسه قوي. ليه؟ المدير الفني دايما برضه بيبقى له خصوصيه وله يعني وضعيه مختلفه شويه. فلما كابتن يوسف حضرتك كنت موجود برضه وقتها، وبعدين اتخذ قرار بان يبقى مدير فني، فربنا اكرمنا برضه ايه، وهي هم نفس ما احنا بنشتغل، هو كابتن يوسف بقى مدير فني. وبعدين فاكر بقى لما كان كابتن يوسف هو مدرب عام، فكنا بنركب الطياره يقعد ورا بقى. اول ما بقى مدير فني بقى بيركب في فيرست كلاس، فكنت اروح له كابتن يوسف، ما انت كنت لسه معانا من شويه. اتغيرت ليه؟ تغيرت ليه؟ اتغيرت ليه؟ واخد بالك؟ حتى كانت اللعيبه بتقعد تضحك معايا يعني. فالدنيا ايه، كانت العلاقه كويسه قوي قوي، وكانت المساحه كويسه وكل حاجه، وكمان ربنا اكرمنا برضو وخدنا البطوله والدنيا مشيت كويس يعني. فكابتن محمد يوسف يعني من الناس برضو الواحد عارف المتعه بتبقى في ايه؟ القدرات اللي ملتصقه بصفات. يعني واحد عنده قدرات جامده جدا وعنده صفات حلوه قوي. يعني مجموعه من الناس اللي بتشتغل قدراتها المهنيه عاليه. ايوه وعندها روحها حلوه. يعني احنا كنا مثلا مع ظل الازمات اللي كنا فيها دي، في ظل الازمات اللي كنا فيها والصعوبات اللي كنا فيها، لكن كنا بنقعد نلعب تنس خلص مثلا بالرجل ده مثلا ساعتين 3 وبالدماغ. فاكر بالدماغ طبعا انت فاكر. بحبها قوي. تحبها مش ممكن. بحبها جدا. لو شوف انا بداياتي وانا بلعب. ايوه بدايتي كانت عامله ازاي؟ كوميدي. اتفرج على بس بعد كده ايه اللي حصل؟ لا كان حد كان بيخافوا ينزلوا الملعب. بس تعرف ده مؤشر بالنسبه لي للشخصيه. يعني انا بقيس الحاجات دي. طبعا انا عارف بالشخصيه. أيوه. يعني انت مثلا في الاول مصر كلها بتضحك عليك وانت بتلعب اللعبه دي. ايوه
بعد كده بقيت بتلعب مع كابتن محمد ابو يوسف العلا كان بيخاف ينزل الملعب. ومنافس شديد جدا. كابتن محمد العلا كان على طول عايز يكسبك انت بس. انت كنت بتركز معايا قوي. وانا كنت بركز شوف معاك انت بتكسب كل اللعيبه وبتكسب أيوة وبعدين انزل انا بتركز معايا جدا. ايوه كنت اقول لك طب خد أوي. الملعب اللي بره الاول، تقول لي لا أيوة صح. بتعمل زي اكنك هتلعب مباراه احترافيه. الاول كنت ما فيش مشكله، لكن بعد كده لا، بعد كده لا حرفياً. بتركز. واحنا بنتكلم يا طارق قلت حاجه انا بشوفها ان من اكتر الحاجات المميزه جدا 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 في الاهلي، يعني في عارف انما الصبر عند الصدمه الاولى، يعني صبرك بيقاس في وقت الخبر بالظبط، ايوه مظبوط في لحظتها طبعا. فوانت بتتكلم عليه درجه كمان ده. لا وفي حاجات كمان مختلف. مؤشر للايجابي للشخصية. والطاقه واي انسان عاقل واي انسان عايز ينجح لازم يعمل لنفسه حواليه دايره من الايجابيات الشديده قوي. ما يقعدش يستسلم لبعض الاراء، وحتى ان كانوا محبين لكن مش فاهمين، يعني يدوا له شويه امور سلبيه تخليه يقعد في بيته ما ينزلش. وانت بتتكلم قلت لي على موقف كابتن محمد يوسف بعد 1-1 في برج العرب. انت عارف ان الموقف ده اتكرر قدامنا في 4 دوري ابطال، 4 دوري ابطال. يعني انت عندك بتاع الترجي مواقف حصلت يعني شبيهه جدا. بتاع الترجي ده اللي انت بتتكلم عليه. بتتكلم على ماتش الزمالك بتاع 2-1 بتاع قفشه. القعدات اللي كنا بنتكلم عليها قبل المباراه 48 ساعه و72 ساعه بيننا وبين اللعيبه. مباراه الوداد الجون بتاع محمد عبد المنعم. مباراه الوداد دي واحده من المباريات اللي كان فيها الروح الجماعيه على اعلى مستوى. يعني احنا عملنا اجتماع بعد نتيجه 2-1، احنا كنا كسبانين 2-0 على فكره. ايوه ويحيى عطيه الله لازم يطرد. لازم يطرد وما اتطردش، وبعدين جابوا جون في الاخر كده في الدقيقه 85 بقت 2-1. اتصعبت جدا تمام. فاول تمرينه لينا رحنا عاملين اجتماع في اوضه الاجتماعات، جبنا فيه الاداريين كلهم. الجهاز الفني ما بيتكلمش خالص ولا انا عايز اعرف انطباعات الناس اللي حواليا عامله ازاي. الجهاز الفني ما بيتكلمش خالص، انا ما بتكلمش خالص. عايزين نسمع الاداريين روحهم ايه، عامله ازاي، بيفكروا ازاي، والجهاز الطبي بيفكر ازاي. ماهر عبد العزيز انت تعرفه استاذ ماهر عبد العزيز، واحد من الناس اللي انا بقدرها وبحترمها وحاجه كبيره جدا في الشغل يعني طبعا والله. فانا قلت يا جماعه اللي عنده حاجه يقولها. احساسك بالمرحله اللي احنا فيها عامله ازاي قبل الماتش خلاص بعد اسبوع او اقل من اسبوع خلاص احنا مسافرين. فماهر عبد العزيز راح قايم قال احنا النادي الاهلي واحنا هنرجع بالكاس ده. انا ماهر عبد العزيز مدير الاداري في الفريق الاول، انا بقول لكم احنا هنرجع بالكاس ده تمام. قعد كولر وقعد الجهاز الفني كله وقعد انا بس احنا ما اتكلمناش خالص. ام احمد ابو والله ام دكتور احمد ابو عبله قال انا حضرت مواقف صعبه كتير لكن انا متاكد ان احنا هنكسب. واستشهد بموقف ليا مع المقاولين العرب، كنا بنلعب مع المقاولين العرب والشوط الاول خسرانين 2-0. الشوط الثاني انا دخلت لهم لا 2-0. الشوط الاول كان 2-0 خسرانين بقت 3-2 انا بين الشوطين دخلت لهم. ايوه دخلت لهم قلت لهم والله العظيم لا نكسب واحنا خسرانين على فكره يا كابتن سيد. ماشي كمل عشان برضه انا عايز فانطباع اللي بيبقى حواليك تمام بيبقى مهم جدا 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 انه يكون ايجابي. طبعا ما هي الايجابيه كده يا كابتن سيد. ما هو انا لو ايجابي انت هتبقى ايجابي، العمليه بتنتشر. الموقف الرابع في كايزر تشيفز يعني نفس الكلام. انت عارف مش انا لسه بقول لك على موضوع كابتن يوسف لما دخلنا جوه اوضه اللبس قال لي ايه؟ طب انا هقول لك بقى الاصعب مني انا بقى بس في الملعب. شريف اكرامي كان المرمى اللي على اليمين البعيد في ماتش الترجي صحيح تمام. والماتش خلص وكان في جمهور كتير، في الاستاد. الطبيعي ان انا اخرج يعني اطلع من على الدكه كده، يعني عارف انت بقى تحط وشك في الارض كده وتقوم طالع نازل على، وخد بالك الاول بطوله ليا مع النادي، تطلع وتقوم داخل يمين على طول على اوضه اللبس. انت عارف انا عملت ايه؟ رحت له. انا نزلت الملعب ولحد دلوقتي بنزل الملعب. نزلت الملعب لشيف اكرام، قمت انا قايل له يا شيف هنروح هناك وهنكسب وهنجيب بطوله من هناك. كنت تقريبا حضرتك يعني لما انا قلت حكيت الموقف ده حضرتك اكيد حكيته لك قبل كده. قلت له هنكسب ان شاء الله. خد بالك زي ما قلت لك انا الحارس يتقال له ايه قبل الماتش وبعد الماتش وبين الشوطين وقبل المباراه باسبوع وقبل المباراه بيومين. لان القصه دي الموضوع مش موضوع ان انت بتمرن وخلاص، لا انت لازم برضو تبقى ايجابي جدا. زي ما يعني بكمل بس النقطه اللي انا اتعلمت ده بالامانه
يعني احنا طول عمرنا في النادي الاهلي بنتعلم من من الكبار، بيعلمونا حاجات كتير قوي، والحاجات دي صدقني الحاجات دي هي سر نجاح في مواقف طبعا. كتير جدا في النادي الاهلي. لما انت بتيجي انت كنت بتحلف بتقسم بالله في مواقف كتير جدا هنكسب وهنجيب جول، وكان ده بيحصل ماتشات كتير قوي. ده احنا قعدنا فتره كبيره. تقول لك على حاجه بقى، كنا بنبقى قاعدين على الدكه والوقت اللي ضايع بيخلص خلاص بقى دقيقه هنجيب جول، هنجيب جول. ما كانش بيجي جول، كان صح. بيجي جول. قيس عليها حاجات كتير. انا عشان كده بقول لك يعني احنا اتعلمنا كتير قوي. ودي نصيحه، يعني دي نصيحه عشان حد يصدقك في امكانياتك وقدراتك. صدق نفسك. صدق نفسك طبعا. انت الاول. طبعا. يعني ما ينفعش ان انا اكون بصدق طارق ومقتنع بطارق، وطارق اصلا مش مقتنع بنفسه. ايوه فاهم؟ ده كارثه. يعني في حاجات حلوه كوميديه، فيقول لك يا نهار ابيض، يعني مسؤول مستقبلي واقف على شخصيتي انا. انا كده ضعت. ايوه ما خلاص كده شخصيتك كده هتضيعك. الناس بتاخدها بهزار، بس دي نقطه مهمه بس كابتن دي سيد نقطه، قوي. دي طبعا نقطه خطر. يعني احنا في حاجات بناخدها هزار يا طارق وبنتريق وبنضحك وكل حاجه، لكن ده انت بتربي اجيال على حاجات طبعا غلط. مش الله صح. الله الله. شخصيه طبعاً. شخصيه، خد بالك الشخصيات بتبان في حاجات، مواقفك، في لبسك، اللبس بتاعك ده ما هو بيدل عن شخصيتك. الشخصيه اللي بره الملعب يا كابتن سيد صدقني هي اللي جوه الملعب. صحيح. الشخصيه المنضبطه، الشخص الملتزم المسؤول. انت كنت دايما تقول عمره ما بنساه، يعني انا بحب الشخصيه المسؤوله قوي، طبعاً. لان صح. المسؤول بره الملعب هيبقى مسؤول فين؟ جوه جوه الملعب. الملعب صح. احنا ممكن في لحظه تلعب ناقص صحيح. بواحد لعيب مستهتر، لعيب مش متحمل مسؤوليه، فيخليك تخسر بطوله بسبب ان هو مستهتر. انا ما يهمنيش العدد اللي معايا قد ما يهمني القلوب اللي معايا طبعا عامله ازاي. ايوه عامله ازاي القلب عامل عشان إزاي. كده دايما انت بتراهن على الشخصيه. صحيح. طيب طارق، في حد بقى على المستوى الانساني كده قابلته في حياتك المليانه ناس داخله وناس خارجه وناس رايحه وناس جايه، حد لا علامه بالنسبه لك؟ انا شخصيه اللي في الكوره اللي عمري ما هنساه ابدا، وصاحب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى الكابتن ابراهيم رياض. في الكوره وفي التدريب يعني اتعلمت منه حاجات كتير جدا جدا. خطوط عريضه يا كابتن سيد بتنور لك طريقك، وبتبقى ماشي انت بشكل عارف انت عايز ايه وبتشتغل ازاي، وشغلك يبقى منضبط، وشغلك مترتب كويس. فمن واحد من العلامات اللي بالنسبه لي انا في التدريب. خد بالك ما بيقوليش يعني بروح اقعد مع كابتن ابراهيم عشان يقول لي انا يديني تمارين، يديني تمرين وشكل تمرين. لا 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 احنا بنتكلم في حوارات وبنتكلم في حاجات تفاصيل كتير قوي خاصه يا اخي ده الدنيا دي لما تاخدها بمفهوم حلو تلاقي الدنيا سهله وبسيطه قوي. طبعا. انت في ناس ممكن ما تديلكش ولا نصيحه، بس تروح عنده تلاقي افكارك بتتفتح. ما هي دي يا كابتن يعني سيد، هي دي. هو كمان بيدي لك طاقه ايجابيه هو كده. ده يعني هو ما بيكلمكش في نقط، انا ما بكلمش، لكن انت بتحس ان انت ايه، لا انت كان في حاجه محتاج تسمعها، هو مالهاش. لا بس هو هي جات لك. بيوسع لي بيفتح لي حاجات كتير قوي. وانا خد بالك انا بشتغل بشخصيتي انا. يعني انا بقول الكلام ده، ويعني مش عايز اقول ان انا بشتغل بشخصيتي وانا عارف انا وحصل تطور في شخصيه كتير في حاجات كتير قوي، بس في النهايه برضو الراجل ده صاحب فضل عليا كتير جدا جدا في شغل في التدريب، كابتن ابراهيم رياض. طيب انا يعني شخصيه بقولها دايما في حياتي لكل، حتى مع اولادي والناس اللي حواليا يعني، بس ما جاتش فرصه خالص ان انا اقول على واحنا 15 سنه الاهلي خد قرار ان فرقه ال14 وال15 تمام ما يبقوش موجودين، او ال15 وال16 اللي هو السن الزوجي فردي وزوجي. وده كان قرار ساعتها يعني يعني ما كانش مش افضل حاجه لان بعد كده كان السن 15 دول عندهم منتخب شباب واولمبي. بالظبط يعني انت ازاي تمشي ممكن تدمج الزوجي في الفرد، ازاي تمشي مرحله عمريه ليها منتخب شباب واولمبي ومنتخب اولمبي يعني لحد 20 سنه وبعد كده رجعوها واحنا عندنا 17 سنه. فانا الفتره ديت انا كنت بلعب سني والسن الاكبر مني بسنه، لكن اكبر مني بسنتين كانوا كبار عليا. صعب قوي في المرحله العمريه دي. صعب. ايوه بالظبط. الشهر بيفرق ان انت في الشهر في السن ده يعني. فالمهم كنت في مدرسه اسمها القوميه، انت معايا طبعا في المدرسه دي. ايوه. ف ما فيش نادي، انا ورقي مش موجود في نادي خالص. وكان في مدرب في المدرسه اسمه صابر صالح. طبعا الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه ويحسن الله يرحمه. فهو ماسك في الترسانه، مظبوط. يعني بيمرن الترسانه عمري، يعني بيمرن المرحله السنيه بتاعتك انت، بتاعت انا. اوكي. فانا في المدرسه، فهو من كتر ما هو عنده قناعه بيا شديده جدا جدا، ومؤمن بقدراتي بشكل رهيب جدا،
تمام، وانا ما عنديش نادي، ما فيش نادي. مفيش نادي. تمام، يعني مش موجود في النادي ده، مش مقيد في النادي. بس انا ارتبطت دراسيا بالمدرسه دلوقتي، فمش هقدر احول ان انا ارجع الفيوم اصلا. وده من توفيق المولى. يعني في وقت انت تحس يا نهار ابيض، حتى المدرسه مش عارف احول. اهو انا لو حولت ورجعت الفيوم انا ما كنتش جيت القاهره تاني، خلاص. خلاص. أيوة. بس من فضل ربنا ان انت دخلت المدرسه، فالتحويل اتقفل، مفيش تحويل. لازم فانت تكمل ملزم السنة. تكمل السنه. تمام. فقال هو بيمرن فرقه الترسانه وانا في المدرسه بس. فبقى طبيعي جدا فرقه المدرسه ياخدك في ثواني ان هو شايفني طبعا. تمام. وعارفني وعارف امكانياتي. وكنا لعبنا قدام بعض بقى دورات ومهرجانات في المراحل العمريه يعني. فكانوا المدرسين يقولوا له يا صابر خد سيد معاك الترسانه، يعني يلعب معاك في الترسانه. فيقول لهم لا لا لا، لو خدتوا الترسانه اقسم بالله يا طارق، يقول لهم لو خدتوا الترسانه هظلمه. اصل هو هيلعب في الاهلي، يعني سنه ده هيرجع وهيلعب في الاهلي. لكن لو وديته اي نادي قد يكون صعب عليه ان هو يرجع الاهلي تاني، يبقى صعب. فانا هبقى باذيه. بص نظافه الناس في المرحله العمريه وفي الزمن ده كانت عامله ازاي. يعني بيعلو مصلحه واحد بتفكيره هو اكتر من مصلحته هو الشخصيه. ايوه، وهو ماسك نفس المرحله السنيه. يعني انت هتفيده جدا في النادي الله ده. يرحمه. الله يرحمه. ده له جميل عندي. ربنا يرحمه، ربنا يكرمك يا كابتن سيد. ودي الحاجات دي ما بتتنسيش والله، خد بالك. صحيح. الحاجات دي ما بتتنسيش. طارق نورتني حبيبي يا كابتن سيد. لازم اطمن على احمد وعمر وعلي. تمام. وسلمى. سلمى ربنا يسعدك بيهم. دكتوره دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله. دكتوره اسنان، فاضل لها سنه وتخلص. دكتوره اسنان. طب ده العيانين عندها كتير قوي، انت ومراتك. كل سنه وانت طيب يا طارق. انت طيب يا كابتن سيد. انا بقى سعيد جدا ان انا كنت معاك النهارده، وسعيد جدا طبعا الواحد لما بيجي اشوف بقى نسترجع بتاع ايام زمان والحاجات الحلوه بتاع زمان ديت. فانا بشكرك جدا جدا، وكل سنه وانت طيب، كل سنه وكل الناس طيبين، وان شاء الله نتقابل تاني ان شاء الله قريب ان شاء الله. يا رب على خير يا كابتن طارق. يومنا خلص النهارده ببودكاست القلعه الحمراء، بكره ان شاء الله الرحمن يتجدد اللقاء. السلام عليكم.